السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والهدف الأول ممتازة، الهدف الأول ممتازة. أجيبو كامارا عندما كانت المبادرة للمنتخب الكونغولي من كرة مباغتة، أجيبو كامارا كان متقدم الحارس دودي كريسفوتو، باغته أجيبو كامارا ورفع لوليندو خطا ودفت سوء تفاهم بين موري كيتا ومدافعه، استغلوا يان جوفري انغاتسي يمضي هدف التعادل للمنتخب الكونغولي من خطا انغاتسي. خطا قلت بين محمد لامين سوما وحارسو موتيما بيمبي. هذه كرة ساليفو سوما والهدف الثاني بالنيران الصديقة. أهداف الأخطاء في هذه المباراة، أهداف الأخطاء في هذه المباراة. جاكيت شوردين ديكي يغالط حارسو كريس بيسيلا ويعيد الأسبقية للمنتخب الخيني مع براجيبو. إذا يحى دودي بيسيلا ويدارك أمام محمد لامين سوما. لهذا اللقاء والنتيجة يرجع للفار. ممكن قلت يرجع للفار وقد نشاهد بطاقة حمراء لحارس الكونغو دودي بيسيلا، اللي أكيد يزيد يعقد الوضعية على الكونغو المتأخر بهدفين مقابل هدف. ضربة جزاء مع بطاقة حمراء، ضربة جزاء مع بطاقة حمراء، ضربة جزاء مع بلا القاسم با ويتصدى سامبا. أول كرة سيمون سامبا ادخل في حراسة مرمى المنتخب الكونغولي، ينجح في ايقاف ركلة جزاء لسوما. والهدف الثالث، الهدف الثالث ساليفو سوما ينجح في إضافة الهدف الثالث ويريح المنتخب الخيني. فرحة الجماهير الخينية بإضافة الخنوس. الزلزولي ممتاز، هذه الزلزولي العرضية، الجول مبكر للمنتخب المغربي. نعم، أسامة العزوزي يفتتح باب التسجيل للمنتخب المغربي بعد مجهود رائع لبلال الخنوس وعبد الصمد. الزلزولي من الجهة اليسرى، الزلزولي ومن رفع الكرة هو من هيأ للعزوزي، يتمكن بعد ذلك من التسجيل. 1-0 في توقيت ممتاز بالنسبة للمنتخب. لمسة جميلة، عالمي ولكن فرحتك يا السيباري لم تكتمل في ظل وجود وضعية تسلل في اللقطة الماضية. كمية جميلة ديال اللمسات، كمية رائعة ديال الفنيات، كمية جميلة ديال الجملة التكتيكية. الثنائية لعبت بسرعة لكن في نهاية المطاف ليس هناك تسلل. تدخل ليتأكد من اللقطة الحكم في هذه اللحظات. نعم الحكم يقر بمشروعية الهدف. قلت لكم مشاهدي الكرام بأن الوضعية كانت سليمة بالنسبة للسيباري. الكرة بين ممتازة السيباري العرضية وجول. كان قريب يانيس بقراوي امام المرمى، كان قريب من تسجيل الهدف الثالث. يا سلام على اللمسه منك يا السيباري، لم اكن مخطئا عندما قلت بان السيباري هو افضل لاعب. مر الكره بعد ذلك 1-2 السيباري، جول 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 جول. بلاي ستيشن يا ناس، تيكي تاكا هنا مغربيه باللمسه الواحده
الأداء يمتع، يتفنن صودا الأطلس والكل يتفاعل مع هذا الهدف الرائع. هدف على طريقة حذر من التسديدة لا زالت صعبة. والهدف الأول للمنتخب الغاني يأتي لحظات قبل نهاية الجولة الأولى. فاطاو البقية أعتقد أدامس يكمل للشباك. إذا الكرة داخل الميدان، هنا التسديد والهدف الثاني لفائدة المنتخب الغاني. تسديدة قوية صاروخية باليسرى هنا في أقصى الركن الأيسر لمرمى الحارس علاء بالعروش. شوف الثقة كيف رجعت للمنتخب الغاني، كيف رجعوا في المباراة وكيف قلصوا الفارق في مناسبتين. الحكم ما هو قراره؟ يرفض الهدف. ممكن الرابع والرابع جول 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 جول. الزلزولي تابع، الزلزولي أكملها بعد الأولى من الصباري. الزلزولي في الوضعية المناسبة. نعم، جاءت اللحظة التي يظهر فيها الزلزولي، جاءت الدقيقة التي يسجل فيها الزلزولي. نعم، ثالثة ورابعة بعد ذلك، والخامس ممكن الخامس. الخامس نعم، يانيس بقراوي وجه لوجه مع الحارس دونالد، لم يفوت هذه الفرصة واضعا الكرة في الشباك. كما ترى يا الزلزولي، أنت من صنعت الهدف، أنت من هيأت الطريق لياسين بقراوي الذي انفرد بحارس المرمى. مباراة كذلك عبد الصمد.